نود اليوم في هذا المشهد الفيديو البسيط لتذكار العودة من جديد لإلقاء إطلالة خاطفة حول العلاج بواسطة بنتازا 5-أزا، تخفيف العلاج ودور 5-أزا. تمت دراسة مسألة تخفيف العلاج، إيقاف العلاج البيولوجي لدى المرضى الذين وصلوا إلى هدأة عميقة ومستدامة والعودة إلى 5-أزا، وكانت النتائج واضحة، لا توجد فائدة. أظهرت دراستان أن استئناف أو الحفاظ على 5-أزا لم يقدم أي فائدة عند إيقاف العلاج البيولوجي. فقد كشفت دراسة عشوائية حول داء القولون التقرحي معدلات هدأة أعلى بكثير لدى المرضى الذين استمروا في تناول إنفليكسيماب مقارنة بمن أوقفوه حتى مع تناول 5-أزا. كما أكدت دراسة إسبانية واسعة عدم وجود دور وقائي ل5-أزا ضد الانتكاس بعد إيقاف مضاد أنتي تينيف الوقاية من السرطان، و5-أزا فيما يتعلق بالوقاية من سرطان القولون المستقيم بالنسبة للقولون التقرحي. أظهرت التحليلات التلوية فعالية 5-أزا في تقليل حدوث باستثناء الالتهاب المستقيم، ومع ذلك لم تثبت أي دراسة هذه الفعالية عند استخدام 5-أزا بالاشتراك مع العلاج البيولوجي بدون التهاب. الالتهاب هو عامل الخطر الأكثر أهمية للسرطان في أمراض الأمعاء الالتهابية، وتهدف العلاجات البيولوجية إلى تحقيق شفاء الغشاء المخاطي الذي يعتبر العامل الوقائي الرئيسي. توصية الحالية لا يوجد إجماع مطلق، ولكن يبدو من المنطقي الاستمرار في تناول 5-أزا لدى المرضى الذين لديهم عوامل خطر عالية بشكل خاص إصابة بالسرطان، مثل التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأول، أو تاريخ سابق من خلل تنسج أو التهاب مزمن متبق، حتى لو كانت مستويات الأدلة ضعيفة في هذه الحالات المحددة مع العلاج البيولوجي. الخلاصة العامة: سنة 2024 ميلادية باختصار، 5-أزا كانت ضرورية لالتهاب القولون التقرحي الخفيف إلى المتوسط، ولكنها لم تعد ذات مكان في داء الكرون. دورها بالاشتراك مع العلاجات البيولوجية الوقائية من السرطان أو تحسين الفعالية ليس مثبتا بوضوح من خلال الدراسات الحالية، على الرغم من أن نهجا حذرا قد يبرر الحفاظ عليها في حالة الخطر العالية جدا للسرطان. على الرغم من وفرة العلاجات البيولوجية الجديدة والجزيئات الصغيرة والعدد المحدود من المنشورات الحديثة حول 5-أزا، يظل دورها في إدارة التهاب القولون التقرحي الخفيف إلى المتوسط دون تغيير وأساسيا. يظل دورها أساسيا. لا يزالون يمثلون العلاج الأولي الذي يجب تقديمه للمرضى الذين يعانون من هذا النوع من أمراض الأمعاء الالتهابية. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.